قناة الدلتا الستة. شوفوا قناة الدلتا الستة، فيها جمال الشعب المصري، فيها الكلمة بحكمة وبتة والسبق الإعلامي الحصري. ألف تحية وألف سلام للدلتا وإنجازها العصري. بالتثقيف ترفيه ورياضة، وتذيع الشكوى المسؤول. بقناة الدلتا الفياضة بأمانة للكلمة تقول. الدلتا دي قناة وإذاعة، بيكم إحنا يا ناس نتفاخر. بتواجه للخصم إشاعة وتنور بتاريخنا الفاخر، وتجيب الضيف المتخصص وتصحح مفاهيم في عقول. بس مباشر سبق ريادة على الأخبار، بتلف الدور، تكشف وتوضح بحيادة، وتطلع موهوب للنور. بتتابع بدليل ومصادر، فيها المضمون كل تميز، والريبورتاج بالدقة وصادر. كلمة حق ما فيها تحيز، وبتعلن لجلنا تخدمنا وتناقش تقارير وسطور. المضمون والفكر مناسب، بتجيب كل جديد وحديث. المضمون والفكر مناسب، بتجيب كل حديث وجديد. وعي الإنسان أغلى مكاسب، فيها التطوير والتجديد. الإعلام المصري الراقي هي قناة الدلتا تمام، من إشاعات الدرع الواقي. بتحافظ على الذوق العام، بتصون الأخلاق ومواطنة، وإحنا معاها الإيد في الإيد. شوفوا قناة الدلتا الستة، فيها جمال الشعب المصري، فيها الكلمة بحكمة وبتة والسبق الإعلامي الحصري. ألف تحية وألف سلام للدلتا وإنجازها العصري، للدلتا وإنجازها العصري. الله، كلمات يعني اعتقد ان مفيش اجمل من كده. كلمات، وده يعني مش شيء جديد على حضرتك استاذ راضي. دائما ما تمتعنا بكلماتك الجميلة في كل المناسبات. تستحقون الأكثر، وشكرا لمجهوداتكم الطيبة. بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة أستاذ راضي، بشكرك جدا. تحياتي مرة أخرى دكتورة أميرة وكل فريق عمل البرنامج والإذاعة والقناة الجميلة الصيشري. بشكرك جدا، شكرا أستاذ راضي. تحياتي. يعني أستاذ راضي نموذج جميل للشاعر المصري الأصيل، اللي يمكن ما بيفوتش مناسبة من المناسبات إلا ويتواصل